مرحبا بكم في تجمع عربي أصيل. هنا تجدون محتوى مميزا ومتنوعا يأخذكم بين الماضي والحاضر، حيث نستعرض أعظم قصص التراث العربي العريق في فيديوهاتنا. واليوم حديثنا عن ذمار، مدينة الملوك. أين تقع؟ ما هي أهميتها الاقتصادية والتاريخية؟ وكيف ضمت على أرضها أبرز المعالم اليمنية؟ إليكم هذا الفيديو عن ذمار، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ذمار كنز اليمن التاريخي، مدينة يمنية ساحرة يفوح منها عبق التاريخ، وتجمع بين جدرانها حضارات ضاربة في عمق الجذور البشرية. تقع في جنوب اليمن، تفصل بينها وبين صنعاء العاصمة 100 كيلومتر. تمتد ذمار على مساحة تقدر ب9500 كيلومتر مربع. تقع ضمن إقليم آزال، فوق الهضبة الجبلية في البلاد، بارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر. تتميز المنطقة التي تضم ذمار بتنوع تضاريسها بين سهول ووديان وجبال. تضم ذمار اليوم 1,700,000 شخص تقريبا، موزعين على 12 مديرية، والدين الرئيسي والطاغي فيها هو الإسلام. جغرافيا تتوسط ذمار محافظات اليمن، فمن الشمال تحدها صنعاء، ومن الشرق صنعاء والبيضاء معا، من الجنوب إب. أما الحدود الغربية فتتقاسمها محافظتا ريما والحديدة. ذمار تتميز بمعالمها التاريخية وبوجود إرث تاريخي عريق جعلها نقطة جذب سياحي لهواة الآثار التاريخية. موقع حمة القاع. في القرن الثاني للميلاد ظهر الريدانيون في ذمار، واعتدوا على القبائل الحميرية في صراعهم مع الدولة السبئية، وصارت مناطق محافظة ذمار هي العمق الاستراتيجي للريدانيين. بعد صراع طويل تمكن الريدانيون بزعامة الملك ياسر يهنعم وابنه شمر يرهاش من حسم الصراع لمصلحتهم، ومدوا نفوذهم إلى العاصمة السبئية مأرب وكافة المناطق التابعة لها، وكان ذلك عام 270 للميلاد، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأوضاع في اليمن عامة وفي مناطق محافظة ذمار خاصة. لم تمضي سوى سنوات حتى سقطت مملكة حضرموت بيد القوات التي أرسلها الملك الريداني شمر يرهاش ليتم بذلك توحيد اليمن، وبدأ عصر جديد شهدت فيه مناطق محافظة ذمار ازدهارا كبيرا تمثل في إعادة بناء المدن والمراكز الحضرية وما يرافقها من قصور ومعابد وأسوار حصينة. عندما ظهر الإسلام كانت قبائل ذمار سباقة إلى اعتناق الإسلام، وقد خرجت أفواج من أبنائها لتوطيد أركان الدين الجديد ونشر الدعوة الإسلامية. أما في عصر الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية فكانت ذمار محل اهتمام القوى المتنافسة، لتشهد المدينة ازدهارا كبيرا في عهد الإمام شرف الدين الذي شيد المدرسة الشمسية، أبرز معالم مدينة ذمار التعليمية، والتي صارت مركز إشعاع علمي وثقافي لعدة قرون. في العهد الروماني شكلت ذمار أحد مراكز المقاومة اليمنية ضد العثمانيين، وكللت تلك المقاومة بطرد العثمانيين على يد الأسرة القاسمية، والتي اتخذت من مدينة دروان شمال غرب مدينة ذمار عاصمة لها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ذمار مدينة الملوك. مدينة ذمار التابعة لقبيلة عنس في اليمن تسمى على اسمه، والقلعة التي بالمدينة اسمها قرن ذمار أو ذمار القرن، حيث أنه كلما ذكر ذمار جاء ما يؤكد أن اسمه مقرون بالقرن أو القرون، وتسميه الأخبار بذي القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف، لأنه ولد وله قرنان أشيبان وسائر شعره أسود كما جاء في الروايات. ذمار علي تابع نهج أباه شمر يهرعش في بسط نفوذ دولته في أرجاء المعمورة، وغزا بلاد الروم وأوغل فيها حتى قطعها. يعتقد أن ذمار علي هو الملك الأعظم في ملوك العرب على الإطلاق،
حيث أن ملكه يعتبر هو الميراث الأساسي لملوك العرب، وهو ما ذكره صاحب معجم البلدان، إنه وجد على أساس الكعبة لما هدمتها قريش في الجاهلية حجر مكتوب عليها بالمسند: لمن ملك ذمار لحمير الأخيار، لمن ملك ذمار إلى الحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار لفارس الأحرار، لمن ملك ذمار لقريش التجار. تقول الروايات أن ذمار علي كان مسلما وكان ملكا تدين له الملوك وتهابه، وقد بلغ المشرق والمغرب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين الحيوان بوادي الياقوت، وهو ما ذكره الله في سورة الكهف بقوله: في عين حمئة. وتقول الروايات أن ماء عين الحيوان ظفر به الخضر دون ذي القرنين، فلما بلغ إلى هذه الناحية أدركه الشتاء والبرد القارس في ذلك المكان فمات ودفن هناك، وكان معه الكثير من حرسه وجيوشه، ولكنهم فروا راجعين خوف الهلاك. وبعد مدة أرادت حمير أن تحمله إلى اليمن من ذلك الموضع، وهو ما سمي بموضع الظلمات، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا به إلى اليمن من شدة الظلمات فدفنوه هناك. وبهذا يسجل التاريخ قصة واحد من أعظم ملوك اليمن وأعظم ملوك الأرض. توجد بها أيضا قلعة الحطمة التي توجد بها الحصون والقصور الملكية الحميرية التاريخية، لما تحتويه على معالم تاريخية عظيمة. ففيها أيضا الأنفاق العملاقة التي نحتت في الجبال، والتي بلغ طول وحدها 240 مترا وارتفاعه 7 أمتار. تضم ذمار أيضا الصهاريج المائية، أبرزها بركة جبل الضليعية أو ما تسمى بركة الزيادة، المنحوتة يدويا في سفح الجبل، وتعتبر أعجوبة هندسية عظيمة. أيضا هناك بركة جباحة، وهي أيضا بركة منحوتة يدويا في الجبل. أيضا تعرف ذمار بوجود القبور الملكية المنحوتة في صدور جبالها، حيث يوجد أكثر من 60 قبرا صخريا ملكيا ضم جثامين ملوك اليمن الذين حكموه قديما، ويعود تاريخها إلى ما قبل 3000 عام قبل الميلاد. النخلة الحمراء شرق حذا أيضا من القرى التاريخية القديمة المعروفة في ذمار، والتي كان يطلق عليها قديما يكلا. تضم هذه القرية بقايا حصن النخلة الحمراء المشيد من الأحجار البيضاء التي تبدو كأنها قطع صابون. المدينة تضم أيضا تمثالي ذمار علي وابنه ثاران، وهما من مؤسسي الدولة السبئية الحميرية الموحدة، أو ما عرف في الموروث العربي واليمني بدولة التبابعة. ويقال أن المدينة تحمل اسم هذا الملك وتنسب إليه، ولهذين التمثالين دلائل حضارية وتاريخية كبيرة، إذ يمثلان شخصيتين بارزتين في تاريخ اليمن القديم، لهما فضل كبير في توحيد اليمن أرضا وشعبا. تاريخ عريق. في كتابه مجموع بلدان اليمن وقبائلها قال الحجري: بلاد ذمار واسعة تتصل بها من شمالها ناحية جهران وبلاد آنس، ومن شرقها بلاد الحدا وبلاد رداع، ومن جنوبها بلاد خبان وبلاد يريم، ومن غربها بلاد وصاب وعتمة وبعض بلاد آنس. وجامع ذمار من المساجد القديمة عمر بعد جامع صنعاء وقبل مسجد الجند، حكاه الرازي في تاريخ صنعاء. وفي كتابه معجم البلدان قال ياقوت الحموي: ذمار بكسر أوله وفتحه وبنائه على الكسر وإجراؤه على أعراب ما لا ينصرف. والذمار ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه، فيقال: فلان حامي الذمار بالكسر والفتح، مثل نزال بمعنى أنزل، وكذلك ذمار أي احفظ ذمارك. وقال البخاري: ذمار اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء ينسب إليها نفر من أهل العلم. إذن هذه هي محافظة ذمار التي تزخر بالمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والعلاجية، وليس ذلك فقط، بل تتميز بتراثها وموروثها الشعبي.
فدمار تعتبر قبلة لعشاق السفر والسياحة والعلاج في حماماتها المعدنية المشهورة، ومدينة مشهورة ليس فقط بتراثها وآثارها بل وعلمائها ومفكريها ومبدعيها في كافة المجالات المعروفة. تخرج منها الكثير من رجال اليمن الأحرار المناضلين في سبيل الحرية والمساواة والعدالة، ومنها انطلق كثيرون أيضا من العلماء الذين نشروا العلم في مختلف مناطق اليمن والأمة العربية بل وفي العالم كله. أما أهم أنشطة سكانها فهي الزراعة، وقد أكدت الدراسات الأثرية وجود نشاط زراعي في محافظة ذمار منذ 7000 سنة، وذلك من خلال تحليل ترسبات التربة في مناطق مختلفة من المحافظة، حيث امتهن أهلها الزراعة على أنها حرفة أساسية ومصدر رئيس للرزق والعيش، وساعدتهم تضاريس المدينة وجغرافيتها المتنوعة في ذلك. ذكرت بعض المراجع أن المساحة الصالحة للزراعة في ذمار تقدر بنحو 2.8 مليون فدان غير مستغلة بالكامل. أما أهم محاصيلها فهي الذرة والقمح، إلى جانب المحاصيل البستانية مثل الخضار والفاكهة. وبعيدا عن الزراعة، ذمار تشتهر بالحرف التقليدية مثل صناعة وحياكة المنسوجات بمختلف أنواعها، عدا عن صناعة الأواني النحاسية والأواني الفخارية بأحجام مختلفة، إذ ما تزال صناعة الحلي والمجوهرات الفضية التقليدية تمارس في عدد من المناطق إلى جانب صناعة الخناجر. كذلك تضم ذمار أحجار العقيق بشكل كبير، والتي تنتشر مقالعها في معظم مناطق المدينة. أما أهم مناطق استخراج العقيق هما منطقة ذوران آناس ومنطقة يعراناس غرب مدينة ذمار، حيث يعد العقيق المستخرج منهما من أجود أنواع العقيق وأكثرها شهرة. كما تم اكتشاف عدد من المعادن الصناعية المهمة في المدينة مثل الحجر الجيري والجبس والملح الصخري والكوارتز وغيرها. إذا أحببتم تنوع المحتوى لدينا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يشاهد فيديوهاتنا القادمة. استعدوا لرحلة ممتعة حيث سنأخذكم مرة إلى أعماق التاريخ العربي، ومرة أخرى إلى قصص وإلهامات من حياتنا المعاصرة. كل فيديو يحمل قصة جديدة تستحق المشاهدة. نراكم قريبا مع محتوى آخر مميز.